الدنيا كلها الفترة اللي فاتت مقلوبة على الاختراع الجديد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وايوه زي ما انت شايف كده الاختراع ده غريب جدا. اول ما الفيديو ده نزل الناس كلها كانت مستغربة ان الاختراع ده موجود وبيشتغل، انك تقدر تيجي تمسك موبايلك وهو 3% تحطه بس 5 ثواني او 3 ثواني، ومن 3 ل5 ثواني يوصل من 3% ل 100%. مبدئيا الناس كتير جدا بدأت تستغرب الموضوع ده وتشوف ان الموضوع ده غريب. اولا الناس اللي صدقت الموضوع قالت اكيد ده فيه مشكلة للبطارية، هيبوظ البطارية، ده اكيد اختراع هيضر البطاريه بتاعتك، لانك ما بتديش موبايلك وقت ومساحته ان هو يتشارج يعني ويوصل ل 100%. والناس طبعا اللي ما صدقتش الموضوع قالت ان الموضوع ده هاكس كله وفيديو بس وخلاص. ولكن الناس لما رجعت وبصت للفيديو تاني وعادت التفكير لقت ان فعلا الاختراع ده موجود، وفعلا هو بيشحن موبايلك في 5 ثواني. الفكره بقى مش هنا، الخدعه بقى اللي الناس ما ركزتش فيها ان الموبايل مش هو اللي بيتشحن، الموبايل بيبقى متركب له كفر، الكفر ده بيبقى موجود فيه بطاريه زياده، وانت يا دوبك اول ما بتحط موبايلك البطاريه دي بتتبدل ببطاريه تانية مليانه 100%، وموبايلك بيرجع تاني 100%. يعني كانك شايل باور بانك في ظهر الكفر بتاع موبايلك. بس لو انتوا عندكم الفرصه ان انتوا تشتروا الاختراع ده، هل فعلا هتشتروها وشايفين ان هي هتساعدكم، ولا حاسين ان موبايلك هيتقل قوي لما تيجي تمسكه ببطاريه وباور بانك تخين وكبير قد كده؟